اليوم نحن نحيو ذكرى 14 جانفي، ذكرى الثورة اللي رئيس سعيد ألغاه ذكرى هذه كعيد وطني، وحب يعوضوا ب 17 ديسمبر، لكن حتى 17 ديسمبر السنة ما عملهاش. هذه يبين اللي قيس سعيد جاء باش يلغي قوس الثورة ويرجع بينا لمربع الاستبداد. اللي صار ما بعد الثورة هو في الحقيقة أن الشعب التونسي اللي كان حاب تغيير جذري يشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني والقيمي والأخلاقي، يلقى روحه في مجرد تغيير للنظام السياسي، متع بالحريات السياسية اللي فكها بدمه، ولكن الدولة بقات هي بمختلف الأجهزة القمعية نتاعها، وكذلك الفئات الاجتماعية اللي كانت مستفيدة في وقت الدكتاتورية، نقصد لهنا غلاة الأثرياء وكبار البرجوازيين في تونس، حافظوا على المصالح نتاعهم. بشوية تعفنت الأوضاع وعادت كما هي، والتوانسة اللي يحلموا بحياة أفضل لقاو رواحهم في حياة أتعس. وعوض وأن نمشوا القدام جاء قيس سعيد وعمل الانقلاب هذا، استغل الأوضاع المتعفنة نتاع منظومة حكم ما بعد الثورة، مش باش يقدم بتونس، وانما باش يرجع تونس التالي، باش يقضي على مكاسب الثوره المتمثله في الحريات، خاصه باش يركز حكم فردي مطلق بنفس الاختيارات الاقتصاديه والاجتماعيه. واكبر دليل على ذلك ميزانيه 2024 لا سياده وطنيه ولا حد شيء، لاول مره اقتراض 36.2% في الميزانيه، ما ثماش انتدابات يعني مزيد من البطاله، رفع الدعم يعني مزيد التهاب معناها الاسعار، وبعباره اخرى مزيد تدمير الخدمات الصحيه والتربويه ومزيد تدمير للبيئه. الشعب التونسي يلقى روحه في اوضاع اللي تتطلب منه انه يتمسك بالثوره التونسيه بشعارات الثوره، ومطالب بثور جديد من ثورته. الاحباط لا، واليأس لا، والخوف لا، ونواصلوا، لان الثوره ماهيش سهله، ماهيش خبزه نتاع قطو كل واحد ياخذ منها تريف، وانما هي نضال وتضحيات، وما نسلموش في دم الشهداء نتاعنا وفي دم كل الذين ناضلوا من اجل وانه تصير الثوره نتاع 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011.